السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض صينية سمك، لكن صينية سمك لذيذة جدا. بجد هعملها لكم بطريقة وتتبيلة خطيرة جدا، وريحتها هتجيب معاكي لآخر الشارع. ودي صينية السمك اللي هنعملها مع بعض النهارده. هنعملها بالصوص الأحمر زي ما احنا شايفين كده. بجد مش قادرة أقول لكم الريحة خطيرة قد إيه. تعالوا بقى نشوف كده السمك. شايفين بجد جميلة جدا. تعالوا بقى نبدأ الوصفة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 3 سمكات من الزلغانة، غسلتهم كويس بمية عادية فقط من غير دقيق ولا ملح. طبعا عشان الملح بيهري السمك فمفيش داعي لا ملح ولا خل. تقدري لو حابة تحطي ليمون مفيش مشكلة، لكن انا هنا غسلته بمية عادية جدا. وفي العادة دايما السمك في بورسعيد بيكون ما فيهوش ريحة زفارة، بيكون السمك طازة وبيكون ريحته حلوة. السمك ريحة السمك العادية جدا اللي هي ما فيهاش اي ريحة زفارة. السمك ده نوعه زلغانة، ودايما نادر جدا اما بيكون موجود في اوقات معينة من السنة. مش دايما بيكون موجود لان الزلغانة بتكون حجمها صغير جدا، فمن النادر انه بيكون موجود الحجم ده. المهم هقطعها قطع زي ما احنا شايفين كده. يعني بقطع الواحدة ممكن على 5 قطع او 6 قطع زي ما تحبي، يعني على حسب حجمها. ومعايا بقى التتبيلة اللي عملناها مع بعض قبل كده. هاخد منها معلقة. اللي متابعني عارف ان انا عندي دايما برطمان التتبيله ده بستخدمه لاغلبيه الاكل، يعني 90% من الاكل اللي بعمله بتكون التتبيله دي موجوده فيه. يعني بتنفع لاكلات كتير جدا. ولو حابين عايزين الطريقه قولولي وانا هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. هحط منها معلقه وهقلب السمك كده. التتبيله دي عباره عن توم وفلفل وشويه بهارات كتير وليمون وخل، والتوابل بقى اللي بنحطها. هقلبها كويس جدا كده وهسيبه حوالي نص ساعة لما احضر باقي المكونات. معايا هنا شبت حوالي 4 معالق من الشبت، ومعايا واحدة من الفلفل الأحمر. تقدري تحطيه فلفل أحمر وتحطي كمان معاه سبايسي، لو مش حابة السبايسي بلاش. معايا 3 قرون من الفلفل السبايسي، وواحدة من الأخضر، وواحدة من الكرات الصغير، وكمان في 5 فصوص توم. هجيب الصينية اللي هعمل فيها السمك، وهحط فيها 3 معالق زيت أو 4، وهحط فيها الثوم المفروم. وهشوحه لغاية ما يوصل لأول درجات اللون الذهبي. ساعتها هنزل بالفلفل الأخضر وكمان الكرات، وهرجع ده أشوح تاني تشويحة بسيطة، يعني دقيقة بس كده. وبعدين هنزل بالفلفل الأحمر وقرون الشطة كمان السبايسي. هقلب بقى تاني زي ما احنا شايفين كده، تشويحة بسيطة. كل ما انزل بمكون بشوح تشويحة بسيطة. دلوقتي بقى معايا 3 من الطماطم مقطعاهم قطع صغيرة جدا زي ما احنا شايفين كده. هنزل بيهم على باقي المكونات. هشوح بقى وهنزل بالبهارات بتاعتي اللي هي عبارة عن معلقة صغيرة من الكزبرة، ونص معلقة من الفلفل الأسود، ونص معلقة من الكمون، ونص معلقة من الكركم، وكمان نص معلقة من بهارات السمك. ولو حابة تحطي شطة حطي، مش حابة خلاص اكتفي بالقرون الشطة اللي انت حطيتيها. وحطي الملح على حسب رغبتك. انا هنا حطيت معلقة صغيرة ممسوحة. هرجع بقى اقلب كل التوابل دي مع باقي المكونات. هديها بس تشويحة كده، اسيب الطماطم يعني تتسبك بسيط، مش هخليها تتسبك قوي. هنزل كمان ب3 معالق كبار من الصلصة البيتي، وهقلب تاني كل المكونات مع بعض. وبعد ما الطماطم خدت تسبيكة كده بسيطة، هنزل بقى بمية سخنة من الكتل وهقلب. شوفي بقى المية تحطيها على حسب السمك اللي انت هتحطيه، بحيث ان هو يبقى متغطي كده نصه بس. حطيت بقى دلوقتي الشبت ده بنزل بيه اخر حاجة عشان يحتفظ بلونه. وبعد ما خدت غلوة كل المكونات كده مع بعض عشان يختلط بقى كل الحاجات دي كده مع بعض وتاخد من طعم بعض، هاخد بقى السمك بتاعي وهنزل بيه في الصوص اللي عملته ده زي ما احنا شايفين كده. ورصيه بقى زي ما تحبي. بعد ما حطيتها لقيتها محتاجة كده مية شوية، علشان انا عايزاها تاخد لون من فوق، فلازم الصوص يكون مغطيها كده لغاية نصها من فوق. حطيت شوية مية تانية من الكاتل
لغاية المية ما بقت بالشكل ده. سبتها تاخد غلوتين على النار من فوق، وبعد كده دخلتها الفرن على درجة حرارة 200. سبتها تقريبا حوالي نص ساعة، وبعد كده ولعت عليها الشواية، اخدت لون وطلعتها. ما تحاوليش تسيبيها في الفرن كتير علشان السمك ما يجلدش معاكي ويبقى ناشف وجامد، ما يبقاش طري ولا جوسي لو سبتيها في الفرن كتير. بعد كده طلعناها وبقت بالشكل التحفة اللي احنا شايفينه ده. ومش قادرة اقول لكم بقى طبعا على ريحتها وطعمها كان جميل قد ايه. وكمان السمك طري وجوسي كده، محتفظ بطراوته زي ما قلت لكم، عشان ما سبتوش في الفرن كتير. تعالوا بقى نشوفه مع بعض. كمان لون السمك طالع شكله عامل ازاي، الصينية شكلها مشهي جدا. تعالوا بقى نغرفه ونشوفه مع بعض. شايفين بقى الجمال؟ شايفين؟ خطيرة جدا. يلا بقى جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لسفرة ايدي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.